أروقة الأمم المتحدة دار واحد الاجتماع لشد الأنظار ديال جميع دول العالم. مجلس الأمن كيناقش خطة الحكم الذاتي للمغرب على الصحراء المغربية. فواش هذه غتكون هي لحظة الحسم ولا غير جولة جديدة في هذا الملف اللي عمره أكثر من نص قرن؟ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء. هذا وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق في رسالة بعث بها لصاحب الجلالة عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي. رئيس الوزراء الإسباني اعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بمثابة الأساس الأكثر جدية. من بعد خروج الاستعمار الإسباني من الصحراء بقى النزاع ما بين المغرب وجبهة البوليزاريو الانفصاليين على الصحراء. ووسط هذا الوضع المغرب قدم في سنة 2007 اقتراح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يعني الصحراء تكون عندها صلاحيات واسعة ولكن تبقى جزء من المغرب. المقترح المغربي كيعطي للجهة المنتخبة السلطة في جميع المجالات: الصحة، التعليم، الثقافة. أما الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية كيبقاو في يد الدولة المغربية. وهاد اللحظة بزاف ديال الدول شافوها حل واقعي وجدي، خصوصا بعد ما فشلت محاولة الاستفتاء اللي كانت معقدة بزاف. في الجلسة الأخيرة ديال مجلس الأمن بزاف ديال الدول الكبار اللي منهم فرنسا وأمريكا وبريطانيا دعموا القضية المغربية وقالوا بالحرف أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والحل الأمثل. القرار دعا جميع الأطراف يرجعوا لطاولة الحوار بلا شروط مسبقة. المغرب رحب بالقرار واعتبره انتصار دبلوماسي كبير، لكن البوليزاريو والجزائر رفضوا القرار وقالوا بلا أنه كيتجاهل مطالب الاستقلال وحق تقرير المصير. مجلس الأمن دعا الأطراف كاملين باش يشاركوا في المفاوضات من جديد على أساس الحكم الذاتي، لكن بزاف ديال الناس كيشوفوا أن هذه هي أول مرة بزاف ديال الدول كيجتمعوا وكيقولوا بلا أن الحل الأمثل هو الحكم الذاتي، والحكم الذاتي وبالضبط هو المفتاح. بين الرمال والرياح الصحراء بقات كتسنى قرار يفتح باب المستقبل. ربما خطة المغرب ماشي مثالية، ولكن بالنسبة لي هي الأمثل والأقرب للواقع. واللي أكد هو أن هذا الملف ما بقاش موضوع محلي، بل ولاو قاع الدول كيتابعوه وكيشوفوا شنو غادي يوقع في الآخر.